اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل الزلابيه بطريقه سهله جدا وبسيطه بمكونين اتنين بس. هتطلع معاكي ناجحه جدا، مقرمشه لاخر واحده. طعمها بجد خطير. لو مش بتطلع معاكي ناجحه بطريقه التخمير، يلا اعرفي الطريقه الحلوه دي ونقول بسم الله. اول حاجه عندي كوبايه من الدقيق، كوبايه من الزبادي، معلقه كبيره بيكنج باودر، ذره ملح، ومعلقه كبيره من النشا. محضره عندي بوله نزلت فيها بكوبايه من الدقيق مع معلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره، وذره ملح، ومعلقه كبيره من النشا. والنشا ده هو السر اللي بيخليها تطلع مقرمشه لاخر قطعه. بعد كده نزلت عليها بكوبايه من الزبادي. انا عايزه علبه الزبادي البلدي ديت او اي نوع تاني، بس يكونوا علبتين اتنين في حجم الكوبايه، يعني علبتين عملوا معايا كوبايه. هبتدي بقى اعجن فيها زي ما انت شايفه بالشكل ده كده لحد ما تبقى معايا عجينه تحسي ان هي شبه سايله، بتشد كده معاكي. هي دي العجينه بتاعه الزلابيه. هجيب عندي بقى كيس الحلواني وهعبيه فيه، واجيب عندي زيت يكون دافي على النار ما يكونش سخن. هبتدي بقى اقطع قطع صغيره. قطعي قطع صغيره لانها هتزيد حجمها في الزيت زي ما انت شايفه بالشكل ده. بلي المقص زيت كل شويه عشان يبقى سهل معاكي في التقطيع. طريقتها سهلة خالص، طعمها بجد بتطلع تحفة. اعمليها بالطريقة ديت بجد هتدعيلي. هيبتدي بقى الزيت يسخن معايا، وهتبتدي تتحمر بالتدريج زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. انا كده عليت الزيت. هتبتدي تاخد اللون الذهبي الحلو ده. بصي انتفخت معايا وحجمها زاد، بقى شكلها حلو قوي. مش عايزه اقولك طالعه مقرمشه. ممكن تعمليها تسقيها بالسيرب او بالشوكولاته او بالسكر البودره. انا هعملها النهارده بالسكر البودره وبالشوكولاته، بتبقى خفيفه جدا ويبقى طعمها بجد تحفه. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. انا نزلت بطاسه تانية زي ما انت شايفه بالشكل ده، طالعه بجد خطيره. مش عايزه اقولك كمان على الريحه. هبتدي بقى اقدمها زي ما انت شايفه. عندي شوكولاته، اي صوص شوكولاته عندك يكون سايح بالشكل ده، والسكر البودره بجد بتبقى خفيفه وطعمها حلو قوي. لو عجبتك طريقتي امشي بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها واكتبي لي في الكومنتات. طعمها بجد تحفه، تنفع معاكي في اي مناسبه. حاجه حلوه كده اعمليها للولاد فرحيهم بيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.